هلو everybody، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله فيديو جديد النهارده في سلسله English from Scratch. النهارده هنتكلم عن درس جديد هو البلورال اوف nouns. ازاي بجمع الناونز، ازاي بجمع الاسماء، يعني هجمع الاسماء ازاي؟ قال لي بكل بساطه، لو انا عندي مثلا كلمه زي كلمه chair كرسي عايز اخليها كراسي، apple تفاحه عايز اخليها تفاحات، ولد boy teacher عايز اجمعها. قال لي بكل بساطه احنا عندنا اول حاجه لازم تبقى عارفها ان الناونز دي منقسمه لحاجتين، يا اما ناونز regular منتظمه، يا اما ناونز irregular غير منتظمه. طيب ازاي هتعامل مع دي وازاي هتعامل مع دي؟ طبعا احنا متعودين الحاجات الirregular الغير منتظمه دي بتعود ان انا بيبقوا شويه صغيرين كده، فبضطر ان انا احتفظ بيهم احفظهم. يعني زي مثلا عندك كلمه مان البلورال بتاعها بيبقى من، women سيدة البلورال بتاعها women، teeth أو sorry tooth البلورال بتاعها teeth سنة أسنان، foot قدم البلورال بتاعها feet، person شخص البلورال بتاعه people، وهكذا. طبعا مش دول كلهم، ولكن دول اللي حاضرين في ذهني دلوقتي لان هم يعني حوالي حبه حلوين يعني، فمضطر ان انت تحتفظ بيهم. انا بديك اكزامبلز عليهم. طيب تعالى بقى ندسكاس الحاجه اللي ليها قاعده واللي انا لازم افهم القاعده بتاعتها، لازم اكون عارف القاعده بتاعتها. ازاي اجمع النون الريجولر المنتظم؟ قال لي بكل بساطه بضيف 3 اضافات، يا اما اي اس يا اما اي اس يا اما اس. طب امتى احط اي اس، امتى احط اي اس، امتى احط اس؟ بكل بساطه اي اس لو كان النون منتهي بواي وقبل الواي ده كونسونانت. يعني ايه كونسونانت؟ يعني ساكن. طيب زي ايه مثلا؟ فور اكزامبل زي party حفله، or lady سيده. بص كده منتهيه بواي وقبلها كونسونانت، منتهيه بواي قبلها كونسونانت، فبارتي هتبقى parties حفلات، حذفت الواي وحط ايز. ليدي هتبقى ladies، هحذف الواي واحط الاي اي اس. تمام؟ طالما منتهيه بواي وقبل الواي كونسونانت بحذف الواي واحط اي اس. طيب وانا امتى هستخدم الاي اس؟ قال لي لو النون ده كان منتهي بحاجه من دول، او اس اس اتش سي اتش اور اكس. لو منتهي بحاجه من دول بضيف اي اس، زي فور اكزامبل حاجه منتهيه باو بوتيتو بطاطس، حاجه منتهيه باس كلاس. طيب في بمناسبه الاس، في طبعا بعض الكتب بتبقى كاتبه اس واس اس، بس انا مش كاتب ليه تاني هنا اس اس؟ ليه مش كاتب تاني اس اس؟ لان هي اخر حرف بالاس اس اس، فهي هيها لما اكتب لك اس او اس اس بسهل لك الدنيا، حاجات بديهيات يعني. زي مثلا كلمه كلاس منتهيه باس فاحط لها اي اس. طيب حاجه منتهيه باس اتش سوري زي دش طبق، سي اتش تشيرش كنيسه. حاجه منتهيه باكس زي بوكس صندوق. طيب طبعا منتهى ب O E S، منتهى ب S E S، منتهى ب S H E S C H E S X E S. يبقى انا لو عندي نون اسم منتهى بحاجه من الخمسه دول يبقى احط لها E S على طول، O S C H C H X. طيب الاس بقى، الاس مع باقي النونز اللي هي الاسماء المنتظمه. يعني من الاخر لو النون ده، لو الاسم ده مش منتهي بواي وقبليه ساكن، ولا منتهي باو اس اس اتش سي اتش اكس، ولا هو غير منتظم عشان هو المنتظم هحط له اس. زي مثلا بقى اللي هو المعظم زي مثلا girl تبقى girls، girl اخر حرف فيها ال، ولا واحد من دول ولا دول وهي منتظم. teacher لما نيجي نجمعها teachers، are مش واحد من دول ولا دول ولا هو غير منتظم فخلاص يبقى نحط له اس بس. تمام؟ طبعا تاخد سكرين شوت للكلام ده عشان يتكتب، مهم جدا تحتفظ بالمعلومات في النوت بوك الخاصه بيك. طيب تعالى كده مثلا زي ما اقول لك مثلا ايه، تعالى نجرب اكزامبل. زي ما اقول لك فور اكزامبل cheer، ها لما اجي اخليه بلورال هيبقى cheers، الار ده ما فيهوش حاجه. طب لما اجي اقول لك
city. هتقول لي city دي منتهية بواي وقبل الواي ساكن، فساعتها تبقى cities، نشيل واي ونحط IS. طب جميل زي الفل. طيب لما اقول لك for example tomato منتهية بأو، أنا فاكر الحاجات المنتهية بأو دي كنا بنحط لها ES. طيب لما أقول لك for example toy لعبة منتهية بواي أهي، بس بص كده بصيت قبلها لقيت قبلها متحرك، ماشي، الأو ده من الحروف المتحركة، فساعتها يبقى دي هنحط لها اس بس، تبقى تويز بس، اس بس، لأن قبلها متحرك. طيب happy خلاص بقى أنت حفظت منتهية بواي وقبلها ساكن، يبقى نحذف الواي ونحط اي اس. طبعا الكلام ده غلط. طب ليه غلط يا مستر؟ غلط لأن هابي دي معناها ايه؟ سعيد. طب الصفات عندنا ما بتتجمعش، احنا بنجمع الأسماء بس، مش أي حاجة بتنطبق على القاعدة أروح أحط لها الكلام ده. يعني كلمة هابي دي صفة، احنا ما بنجمعش الصفة، احنا بنجمع حتى اسم الدرس. بص درس اسمه plural of nouns، جمع الأسماء، ما بنجمعش الصفات ولا الأفعال. الحاجة الوحيدة هي اللي بتجمع الأسماء، بجمع الأسماء بس. تمام، يبقى أنا كده عرفت إن أنا عشان أجيب الجمع من الاسم المفرد بضيف 3 إضافات لو الفعل كان منتظم regular، يا إما IS وده لو كان الفعل منتهي بواي وقبليه ساكن consonant، يا إما بضيف ES لو كان الفعل آخره O S SH CH X، يا إما بضيف S مع باقي الأفعال المنتظمة. كلام زي الفل. طيب بالنسبة للأفعال الغير منتظمة هضطر إن أنا أحفظها شوية، هما شوية أفعال صغيرين زي foot feet tooth teeth man men women person people وهكذا. طيب جميل، أنا عايزك تاخد بالك من حاجة، إيه هي؟ إن إحنا عندنا في الإنجليش كلمة زي كلمة جينز لا بنطلون، أو بانتس بنطلون، أو تراوزرز بنطلون، أو جلاسز نظارة، أو سيزرز مقص. الكلمات دي السوكس الشراب الشوز، الحاجات دي بتعامل معاملة الجمع. الحاجات اللي هي فردتين دي غالبا إن إنجلش بنعملها معاملة الجمع. الحاجات اللي هي بتتكون من فردتين زوجين بتعامل معاملة الجمع. يعني خد بالك لما أجي أقول لك بانتس أو جينز أو جلاسز أو شوز، حتى الحاجات دي كلها بتعامل معاملة الجمع. يعني ايه تعامل معاملة الجمع؟ يعني هتاخد are، هتاخد have. لما اجي اعوض عنهم بضمير فاعل، لما تيجي تعوض عنهم بضمير فاعل ارجع لفيديو ضمائر الفاعل، هتستخدم زي، مش هستخدم it، لان هما جمع اغراق، بعبر عنهم. الحاجات دي بتعامل معاملة الجمع، بياخدوا are بياخدوا have بياخدوا زي، بتعامل معاملة الجمع، الحاجات اللي هي فردتين. طيب جميل، هو انا افرض انا دلوقتي عايز ان انا اعملهم معامله المفرد، جه في مزاجي دلوقتي والله انا لازم اعملهم معامله المفرد، ماليش فيه، انا عايز اعملهم معامله المفرد. هتعملهم معامله المفرد ازاي يا مستر؟ قال لي بتستخدم اكسبريشن كده. ايه الاكسبريشن ده؟ اسمه a pair of. يعني ايه الاكسبريشن ده يا مستر؟ معناه زوج من، يعني اتنين مع بعض فردتين. فانا لو عايز اعمله معامله المفرد هقول a pair of jeans a pair of pants a pair of glasses a pair of shoes. كده هعملهم معامله المفرد. يعني ايه يا مستر اعملهم معامله المفرد؟ يعني هياخدوا is، يعني هياخدوا has، يعني هياخدوا was وهكذا. يبقى انا لو عايز اعملهم معامله المفرد هستخدم معاهم a pair of، انما لو معامله الجمع لو هم لوحدهم jeans pants glasses shoes. خد بالك كنت بسأل السؤال ده كانت ناس بتقول لي مثلا ممكن نشيل منها الاس عشان تبقى مفرد. لا، انت لو شلت منها الاس غيرت معنى الكلمه، بوظت الكلمه، ما بقاش نفس معناها. هي كلمه جينز لازم تبقى كده، ما ينفعش تشيل منها الاس. تمام، يبقى خد بالك ان احنا عشان الكلمات دي فردتين فان انجلش في الانجليزي بنعملها معامله الجمع. تمام. طيب تعالى كده بقى نروح نحل على الكلام اللي احنا قلناه ده. طبعا زي ما احنا عارفين الحل اهم حاجه. بقول لك fill in the regular and irregular plural of forms. هو مديني كلمات وعايزني اشوف هحط لها ايه، هجمعها ازاي. طيب ماشي اوكي يلا بينا. مثلا اول حاجه عندنا هي فودو. فودو دي منتهيه باو يبقى هنحط لها اس. عايزك توقف وتجاوب قبليه. جلاس كوبايه نجمعها تبقى جلاسز كوبايات، اخر حرف فاس. بن قلم ده منتهي بان، مش حاجه مش واي وقبلها ساكن ولا او اس اتش سي اتش اكس ولا هو غير منتظم فهنحط له اس بس.
car منتهية بار اس بس. اف عشان كده بقول الحل اهم حاجه، انا ما قلتش الحته دي. ايه الحته دي؟ وحته مهمه جدا، لو الاسم عندي منتهي باف او اف اي بنحوله لفي اي اس. عشان كده بقول لك دايما وانت بتحل بيظهر لك حاجات جديده. لو الاسم عندك منتهي اكتبها عندك، زودها عندك في النوت بوك بتاعتك. لو الاسم اخره اف او اف اي بنزود له في اي اس، بنحول الاف او الاف اي دي لفي اي اس. زي هنا ثيف حرامي هتبقى thieves. بص الاف حولناها لفي اي اس. اوكي طيب بيبي منتهيه بواي وقبلها ساكن يبقى بيبيز. كيس اخرها اس يبقى كيسز. ليدي منتهيه بواي وقبلها ساكن يبقى ladies. نايف اخرها اف اي، لسه قايل لك لو الاسم غيرها، لو كلمه النون ده اخره اف او اف اي بنحولها لفي اي اس. حولنا الاف اي لفي اي اس. توث سنه ده غير منتظم، اضطر اكون حافظه. البلورال بتاعها هي تيث. لايف اف اي يبقى نحولها لاي لفي اي اس. حولنا الاف اي لفي اس. كاف اللي هو الصغير ابن البقرة، الصغير البقرة أو الجاموس يعني، فده منتهى بإف هيبقى calves. كي منتهية بواي ولكن الواي دي قبلها متحرك فهنضيف لها اس بس. اوكس ده غير منتظم، البلورال بتاعه اوكسن. بوتيتو اخرها او فهنحط لها اي اس. تمام، ده كل اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه النهارده. فيديو مهم، جمع الاسماء وانت بتكتب باراجراف اساي وانت بتتكلم مع حد. لازم ان انت تكون بتنطق جمع الاسماء صح، لازم انت تبقى عارف انت بتجمع الكلمه ازاي. ما ينفعش كلمه زي كلمه مان راجل تقول لي مانز، غلط طبعا. مانز دي مش جمع، من هو الجمع بتاعها. فلازم انت تبقى عارف ايه هو البلورال اوف ناونز. وده كان الفيديو بتاعي النهارده English from Scratch في سلسله English from Scratch. واستنونا في فيديو جديد. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب عشان تفتكر ان انت تتفرج على الفيديوهات الجايه وتفعل زر الجرس. That's it for today. See you next time. Bye bye.